ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا على رحيله، خصوصا بعد أزمات صحية متتالية. رحل عن عالمنا الآن المطرب المصري محمد رحيم عن عمر يناهز 45 سنة، وده بعد صراع طويل مع المرض. واللي أعلن خبر الوفاة الفنان تامر حسني، ونشر على حسابه الرسمي وقال: سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن محمد رحيم في ذمة الله نسألكم الدعاء. واللي كتير ما يعرفوش إن الفنان محمد رحيم مر بأزمات صحية كتير الفترة الأخيرة في حياته، وابتدت بأنه تعرض لوحدة صحية شديدة ودخل وقتها العناية المركزة. ونشرت زوجته أنوسة كوتا مدربة القصور صورة بتجمعها بزوجها، وقالت: مش معنى إننا في العناية ما نتصورش. تعرض لذبحة صدرية ودخل المستشفى، ووقتها ركب دعامات في القلب، وبعدها طلع ونشر بوست بيطمن فيه جمهوره عليه، ولكن تعرض لأزمة صحية جديدة وفارق الحياة. ومن أبرز أعماله أغنية وغلاوتك لعمرو دياب، وآية ليل، وأنا في الغرام لشيرين عبد الوهاب، ومنازل، و60 دقيقة لأصالة.